السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ فوفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض القراقيش من الحاجات الجميلة اللي كلنا بنحبها، مقرمشة من بره ومن جوه، مفرغة وهشة وجميلة. اول حاجة هنا هنعمل، انا هقول لكم على مقدار الكيلو. معايا كيلو من الدقيق منخول طبعا، ومعايا نص كيلو سمنة على زيت، ربع كوب ماء دافئ او لبن للتخمير، معايا كوباية لبن للعجن او مية، 3 معالق لبن بودر. لو مش موجود مفيش مشكلة. الأهم بقى هنا معايا 3 معالق سمسم يكون متحمص طبعا، ومعلقتين شمر على ينسون. أول حاجة هنا أنا عملت الخميرة بتاعتي، اختبرتها كده بره، حطيت الخميرة على السكر ودوبتهم في اللبن، واللبن يكون دافي كده زي دمع العين. تمام. وحطيت هنا الدقيق طبعا المنخول بتاعي، وحطيت عليه السمسم وكل المواد اللي انا قلتها دي، المواد الجافه، وذره ملح طبعا. وهقلب ده كله مع بعضه كويس جدا جدا. تمام. تمام. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسينيش بقى في اللايك، اوعي تنسي اللايك وكومنت تحفيزي منك كده يشجعني. ودعواتكم ليا كده يا رب، ربنا يصلح حالي وحالكم، اللهم امين يا رب. هنا انا حطيت السمنه بتاعتي وهدوب، وهقلب كده زي ما انتم شايفين، مش هعجن. انا هبس كده العجينه بين ايديا عشان الدقيق ده يختفي خالص، ويعني كل الدقيق ده يتشبع بالسمنه او الماده الدهنيه بتاعتي. آه، زي ما انتم شايفين كده يختفي خالص اللون الابيض، يبقى زي الرمله كده. تمام. انا بجيب من تحت كده لفوق لغايه ما بقت زي الفل كلها اختفت. هنزل بقى بالخميره بتاعتي بعد ما اختبرتها، وهنزل بكوبايه اللبن، وهلم بقى العجينه كده معايا بالراحه خالص لغايه ما اللبن كده يختفي. تمام. العجينه بصراحه المقادير دي جميله قوي، والعجينه كانت مظبوطه. وما خدتش معايا وقت بصراحه، وانا واقفه كده عجنتها زي الفل. هاسيبها طبعا، احنا في الشتاء زي ما انتم عارفين الجو برد، فالعجين بيغيب شويه على ما بيخمر. فانا سخنت فرن البوتاجاز وطفيته وحطيتها فيه. ما كملتش وقت وما شاء الله زي ما انتم شايفين، ودي اللحظه اللي انا بحبها قوي بتاعه العجين دي. اللهم بارك، العجينه زي الفل. هبدأ بقى اشكلها. اول حاجه هعمل القراقيش الساده. خدت قطعه من العجينه كده وفردتها بين كيسين تلاجة، فتحتهم، وهتفرديها كده تبططيها بايدك او بالنشابه، مفيش اي مشكله، لاسهل لك يعني. تمام. هعمل ايه، هسوي العجينه كده، هتسويها عشان تطلعي بقى قطعه ايه تكون متساويه كده وانت بتقطعيها. تكون يعني ايه شايفين السمك بتاعها ده. انت بتعملي القراقيش الساده اعرض، يعني سمكها اعرض شويه من القراقيش اللي بالعجوه، عشان احنا عاملينها طبقه واحده. المقطع ده مش عارفه راح فين، بس مش ما علينا، نعمل المقطع التاني ده. انا بسويها اهو، العجين الزياده دوت انا مش هرميه طبعا، هتعيدي تشكيله تاني. زي ما انتوا شايفين كده، احنا بنحبها يعني مش طويله قوي. في كذا شكل طبعا، وفي التشكيل ده بتاعك انت. هو اللهم بارك يعني احلى شكل، الشكل التقليدي بتاعنا ده. انا هحطها طبعا في صاج بقى، وصينيه صينيه الفرن كده، وبتسيبيها برضو تخمر. لغايه ما تخلصي بتكون خمرت، يعني بتسيبي العجينه بعد ما بتشكليها انها تخمر، وبعد كده تخبزيها. هنا هعمل القرقيش اللي بالعجوه، علشان العجوه معاكي في اي معجنات تبقى طريه وما تنشفش معاكي في الفرن. هات معلقتين زبده مع معلقتين لبن، وتدعكيهم كويس قوي مع العجوه، وكده تبقى تمام، ما تنشفش معاكي في اي معجنات. هبدأ بقى اشكل اللي بالعجوة. انا عملت هنا شكل تاني خالص اللي بالعجوة، وعايزة تعمليه طويل مفيش مشكلة. نوعي كده وشكلي وابدعي لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا بقى، ما تنسينيش بقى في لايك وكومنت تحفيزي كده. ولو مشتركتش في القناة تشرفيني بالاشتراك كده وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد اعمله ان شاء الله. تعليقاتكم جميلة بتعجبني قوي بصراحة، وبتشجعني كده وبتحفزني ان انا استمر. وكل سنة وانتم طيبين كده بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب يجعلها عام سعيد علينا جميعا، اللهم امين. كل واحد يحقق فيه كل اللي بيتمناه يا رب، ويرزقكم بالصحة والستر كده، اهم حاجة. هنا هعمل الشكل، انا عملت شكل الوردة ده يعني عملت وردة واحدة بس بوريكم بس الفكرة يعني.
وده طبعا الخبز بقى انا بسيب العجينه زي ما قلت لكم بتخمر مرتين، مره بعد العجن ومره بعد التشكيل. وبعد كده بخبزها على فرن 180 درجه، آه، في الرف الوسطاني. وبتشغلي بقى من لو الفرن بتاعك بيشتغل من فوق من تحت مفيش مشكله. بصراحه انا شغلته من تحت بس، وما شاء الله ما احتجتش اولع الشوايه يعني. يعني خدت اللون معايا وكانت زي الفل. اهم حاجه الفرن تكوني مسخناه كويس قوي قبلها، وبعد كده بقى وتكون العجينه خمره معاكي، لان لما بتخمر بتبقى يعني بيطلع لونها حلو جدا. تمام. طبعا الكميه بتاعتي كانت اكتر من كده، الكيلو الدقيق عمل معايا كميه ما شاء الله حلوه. آه فيعني بصراحه جربي الطريقة دي هتعجبك بأمر الله. شايفين العجوة هنا مش ناشفة ازاي وزي الفل، طرية جدا يعني بصراحة. اللهم بارك، كانت طرية قوي. وما تطلعيها بقى من الصاج، ما تطلعيها بقى من الفرن، ما تطلعهاش من الصاج الا لما تبرد تمام. انا يعني بحب اقولك الملاحظات دي علشان هتفيدك كتير. يا رب اكون كنت خفيفة عليكم، ويكون الوصفة بتاعتي النهاردة عجبتكم. وما تنسيش بقى بلايك وكومنت، ومع السلامة. باي باي.